ما أجمل البراءة وما أكبر الفرحة التي تغمرني عند لقائكم أصدقائي الأطفال ومشاهدينا الكرام في كل مكان. براءة السعادة تسعد بمشاهديها الكرام اللي فتحوا لنا أبوابهم وخيروا باش يقضيوا هذه الساعة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. احنا كذلك نحييكم ونتشرفوا بكم ونقول لكم مساء الخيرات والبركات وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي براءة شو. عودناكم في هذا البرنامج من خلاله نتطرق لعدة مواضيع والتي تمتاز طبعا بالمتعة والفائدة، لكن قبل ما نتعرفوا على موضوعنا لنهار اليوم راهم حاضرين معايا مقدمو الفقرات. نروحوا ورحبوا بهم. نبدأ من يميني شروق هوارة، مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا بك زميلي وسيم، مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام عبر قنوات التلفزيون الجزائري وخاصة الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا الآن. البراءة، الثقافة والمرح هو شعار برنامجنا براءة شو، وبالتالي أعزائي الأطفال أبقوا معنا وإن شاء الله راح نتلاقاو من خلال فقرة شروق ومعلومة حتى نضيف سويا معلومة لرصيدنا الثقافي في جو من المتعة والمرح. كونوا في المتابعة أحبتي. شكرا شروق. رامي الفرطاس، مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا بك وسيم، مساء الخير والأنوار لكل مشاهدينا عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري. سنعيش معكم عدد جديد في برنامج براءة شو، ابقوا في المتابعة. شكرا لك. ريتاش طرابلسي، مرحبا بك. شكرا وسيم، أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدينا الكرام، ولنقول لهم بالحب نفتح لكم قلوبنا وعلى ابتساماتنا في شاشاتكم تبدأون برنامجنا. اليوم أعزائي المشاهدين ستكون رحلتنا صحية وقائية بامتياز، وعلى بها وبلا ما نقول لكم اربطوا أحزمتكم. انطلقنا. شروق قالت لكم باللي رحلة صحية بامتياز. فعلا هي عددنا لليوم راح يكون تحسيسي وتوعوي بالدرجة الأولى. في الجزائر والعالم يعيشان فترة صحية خاصة، ونحن جميعا نعيش هذه الفترة الصحية. إن شاء الله راح نتعرفوا أكثر على هذا الوباء اللي رانا نعيشوا فيه، جائحة كورونا ولا كوفيد-19، ونتعلموا الطرق الوقائية لتحمينا من هذا الفيروس، وكذلك أهم شيء كيفاش نستغلوا الحجر الصحي أو الحجر المنزلي فيما يفيدنا نحن كأطفال. هذه كلها معلومات وأخرى سيفيدنا بها ضيفي وضيفنا وضيفكم لهذا المساء مشاهدينا الكرام. ضيف شرفنا لنهار اليوم هو أحد الملائكة البيضاء، اسمحوا لي نقولوا هكا، واقف في الصفوف الأولى في مواجهة هذا الفيروس، اللي من خلاله نوجه تحية للطواقم الطبية والشبه طبية الواقفة في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الفيروس. والده الدكتور مهدي سحمد رحمة الله عليه توفي، ومن أحد الرجال الذين نحتسبهم عند الله من الشهداء، فرحمة الله عليه ورحمة الله على كل من فقدناهم في هذه الفترة، فترة فيروس كورونا. ودائما نتمنى شفاء العاجل لجميع مرضانا، واللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. بدون إطالة، ضيفنا لنهار اليوم هو الدكتور سي أحمد يونس. قبل من نمد لك الكلمة دكتور، راقت لي بعض الكلمات حبيت نقولها لك ليك ولكل الأطباء اللي راهم يشاهدوا فينا، وتقول: ارتدي المعطف الأبيض بكل فخر واعتزاز، فإنه لشرف لنا وامتياز لك أنك طبيب، فرغم كل الصعوبات في مهنتك إلا أن كونك طبيب قد ينسون اسمك ولكن لن ينسوا ما قدمت لهم، فالدواء الرئيسي في مهنة الطب هو الطبيب نفسه. متشرفين بحضورك دكتور وأهلا بك. مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا على المقدمة هذه، وإن شاء الله نقدم إفادة للمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام. شكرا لك أستاذ. إذن أستاذ، نبدأ قبل ما نحكيو على فيروس كورونا، أنه الأطفال اللي في سن مدرسة رجعوا للمدارس، وش هي نصيحتك للأطفال لما عدنا احنا كأطفال متمدرسين للمدارس، نصيحتك للوقاية من هذا الفيروس؟ موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا، لأننا في وضعية أننا نحن في قلب الموجة الثانية لجائحة الكورونا، وخاصة نحن في موسم الدراسي. فعن طريقكم وعن طريق القنوات الجزائرية سنستغل هذه الفرصة لتبليغ الرسالة وشرح أكثر لصغارنا لأطفالنا، لتعليمهم السلوكيات الإيجابية والسلوكيات التي يجب أن يستعملونها لمساعدتنا نحن كطاقم طبي ومساعدة الصحة لمحاربة هذه الجائحة الكورونا. إن شاء الله. فعلا جائحة كورونا راح نتعرفوا عليها الآن دكتور. قبل ما نتعرفوا عليها معك، ريتاج طرابلسي حضرت لنا فقرة حول جائحة كورونا، يدرى ما هو فيروس كورونا. نروحوا نستمعوا لهذه الفقرة بمرافقة المايسترو طبعا رامي يعقوب.
وسيم. عزيزي مشاهدي الكريم، ما زلت معنا من خلال برنامج براءة شو، وما زالت رحلتك مليئة بالتشويق والإفادة بإذن الله. ما ننساش نرحب بكل اللي انضموا لنا اللحظة، ونقول لهم راكم مع صديقتكم ريتاش عبر باقة قنوات التلفزيون العمومي الجزائري. وفي البداية راح نقول من ووهان المدينة الصينية، وبالضبط من سوق لبيع المأكولات البحرية، انتقل فيروس لقى في البداية مهزلة وسخرية وتكذيب من الأغلبية، لكن شاء القدر أنه هذا الفيروس يولي هو كابوس عام 2020. أكيد زملائي ضيفنا وأعزائي المشاهدين عرفتوا موضوع الفقرة لليوم. عن فيروس كورونا سنتحدث. فيروس سموه بالكوفيد 19، بالوباء، بالجائحة. هو قاتل البشر اللي ما يفرقش بين هذا وهذاك، مهدد الصحة العالمية، محطم الدول، وهو محطم الدول ومدمر الاقتصاد العالمي. كوفيد 19 عزيزي المشاهد ينتمي لعائلة الكورونا، واللي ظهرت أول مرة في سنة 1960 ميلادي، وتصيب الحيوانات والإنسان على حد سواء. ولكن الفيروس الجديد اللي ظهر في سنة 2019 واللي رانا نعانيو منه فيروس كورونا وفيروس كوفيد 19 يصيب الإنسان ويصيب جهازه التنفسي، ويسبب له العديد من الأعراض كالسعال، الحمى، الإسهال، الإرهاق وغيرها من الأعراض. وأحيانا قد يصل عند بعض الأشخاص أن يفقدوا حاسة الشم والتذوق. وعند الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والأشخاص المسنين لا قدر الله قد يصل بهم الأمر حتى إلى الوفاة. نعم للأسف حتى الوفاة. تنتقل هذه الجائحة عن طريق مشاهدي الكريم تنتقل عن طريق الرذاذ. وللتوضيح أكثر وباش نفهموا أكثر، فإن الرذاذ هو القطيرات التنفسية اللي تخرج من الإنسان لما يتحدث أو لما يسعل أو لما يعطس. فمثلا لما يكون شخص مصاب بفيروس كورونا أو يعطس، من خلال رذاذه راح يخرج هذا الفيروس اللي ممكن يسقط على الأسطح. يجي شخص آخر غير مصاب بالفيروس وكذلك هو يمس هذاك السطح، راح ينقل العدوى له، وهكذا. من كان فقط شخص واحد مصاب بالفيروس يصيروا المئات والعشرات للأسف. أحبائي، فيروس كوفيد 19 ظهر في ديسمبر من عام 2019. احنا اليوم رانا في ديسمبر 2020، سنة كاملة. نعم سنة كاملة وهذا الفيروس معنا، سنة كاملة وهذا الفيروس راهو غير يزيد ويزيد، ورانا نواجهه في موجة ثانية، وإن شاء الله ما نواجهوش موجة ثالثة ورابعة وخامسة، على خاطر عينا من هذا الفيروس. احنا ما علينا غير ندعو ربي انه يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، انه يرحم موتانا ويشفي مرضانا. وهكذا زملائي ضيفنا وانا وياك عزيزي المشاهد نكون وصلنا لنهايه فقرتنا. نتمنى انه تكون استفدت وتعرفت على فيروس كورونا اكثر. في نصيحه الختام لنوجهها لنفسي وللجميع انه نكونوا واعيين بمدى خطوره هذا الفيروس ونعرفوا نجوزوا هذه المرحله. وفي شعار الفقره وشعار الحصه اليوم وعينا يحمينا. شكرا ريتاش، كنت عرفتينا على فيروس كورونا. شكرا وسيم، وأنا نستغل الفرصة بما أنه ضيفنا الطبيب حاضر معنا. أستاذ، أنا تحدثت على فيروس كورونا وجميعا نعرفوا أنه أعراضه تتشابه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية واللي تظهر في الموسم الشتوي اللي رانا مقبلين عليه. ممكن تقولنا كيفاش ممكن نفرقوا بينه وبين الإنفلونزا؟ فيروس كورونا هذا ولا غريب سيزونيير، يعني باش نديروا الفرق بيناتهم صعب جدا. فهما في الأعراض متشابهين جدا، عندهم تقريبا نفس الأعراض لكن ليس نفس الخطورة. فالكورونا هو أخطر من فيروس لا غريب سيزونيير. ولكن لكي نعمل الفرق بين لا غريب سيزونيير وفيروس الكورونا هذا ممكن إلا بتحاليل خاصة اللي هي لا PCR، لا سيرولوجي et parfois le scanner. mais باش نديروا التشخيص لازم لا PCR. عن طريق الأعراض لا نستطيع الفرق بين لا غريب سيزونيير والكورونا، وهذا هو صعوبة هذا الفيروس.
شكرا لك أستاذ. إذا كانت ريتا حكيت على فيروس كورونا، هل فيروس كورونا هو فيروس جديد على البشرية أم تطور لفيروس سابق؟ فيروس كورونا هو إذ تطور فهو جديد لم يعرف سابقا، ولهذا فنحن الآن نجد صعوبات في محاربة هذا الفيروس، لأننا نحن في طور دراسة هذا الفيروس، نقوم باكتشاف كل يوم يأتي، كل يوم نكتشف الجديد عليه، وكل يوم نحن نسلح أنفسنا أكثر لأننا عندنا معلومات جديدة عليه، وبالتالي عندنا أسلحة جديدة لمحاربته. فهو في حد الآن فيروس جديد لم يعرف سابقا في البشرية. إذا احنا ما علينا إلا بالوقاية. ما زلنا متواصلين معك دكتور سي أحمد يونس، لكن قبل ذلك نروح نشوفوا فيديو لومضة توعوية متبوعة بأغنية شدة وتزول. نروح نشوفوها ونعودوا البرنامج، نولوا البرنامج براءة شو. الدخول المدرسي هذه السنة سيكون استثنائيا، يجب أن نتعايش مع كوفيد-19. حياتنا ينبغي أن تستمر، علينا أن نحسس أبناءنا بالوعي واليقظة. أبناؤنا بناتنا، عليكم بارتداء القناع الواقي وغسل أو تطهير اليدين باستمرار. اجتنبوا المصافحة والاحتكاك، ولا تنسوا التباعد في الأماكن المغلقة، لنجعل من مدرستنا محيطا آمنا بتطبيق بروتوكول الوقاية لوزارة الصحة. كلنا معنيون من أجل دخول مدرسي آمن. غدوة نهار جديد علينا، ترجع الأيام الزينة لينا. غدوة نهار جديد علينا، ترجع الأيام الزينة لينا. تتفتح البيبان من جديد، دارنا تعمر باللي جينا. تتفتح البيبان من جديد، دارنا تعمر باللي جينا. وشوارع تملى بالناس، وناس فرحانة بالناس. وشوارع تملى بالناس، والناس فرحانة بالناس. وعلى صحتك نسقسيك وتقول لي راني لاباس. وعلى صحتك نسقسيك وتقول لي راني لاباس. لاباس عليك يا بلادي، لاباس عليكم يا ولادي. لاباس عليك يا بلادي، لاباس عليكم يا ولادي. شدة ونزول يما، دعنا بستر يما. شدة ونزول يما، دعنا بستر. اللي مريض الله يشفيه، واللي ضعيف الله يقويه. اللي مريض الله يشفيه، واللي ضعيف الله يقويه. واللي بعيد الله يردوا لولاده يفرحوا بيه. واللي بعيد الله يردوا لولاده يفرحوا بيه. ونقول لك ما عندك شر، الحمد لله رح عليك الضر. ونقول لك ما عندك شر، الحمد لله رح عليك الضر. مهما كان الجرح كبير، كاين ربي فوق كبر. مهما كان الجرح كبير، كاين ربي فوق كبار. لاباس عليك يا بلادي، لاباس عليكم يا ولادي. لاباس عليكم يا ولادي.
لبس عليكم يا أولادي، لبس عليك يا بلادي، لبس عليك يا بلادي وشدة وتزول إن شاء الله. نتمنى أنه ربي يرفع عنا هذا البلاء والوباء. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام، نذكركم رانا في عدد توعوي وتحسيسي بالدرجة الأولى، لأننا رانا نحكي عن كورونا بنظرة الأطفال أو بأعين البراءة. ضيفنا لنهار اليوم نذكركم هو أحد الملائكة البيضاء الواقفة في الصفوف الأولى، الجيوش الطبية، الدكتور سي أحمد يونس. متشرفين بك مرة أخرى. إذا دكتور، قالت ريتات سقساتك على أعراض الإصابة، هل أعراض الإصابة تختلف من شخص لآخر في فيروس كورونا؟ الأعراض الإصابة هي نعم تختلف من شخص إلى آخر، فكل إنسان يستجيب لهذا الفيروس بطريقته الشخصية. فلهذا نلاحظ أن بعض الأشخاص يقومون بأعراض جد خطيرة، وبعض الأشخاص لا يقومون حاملين الفيروس ولا يقومون بأي عرض، هو حامل الفيروس مريض بالفيروس لكن ليس له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. بالفيروس لكن ليس له أي عرض. كل شخص يقوم بمحاربة هذا الفيروس
بطريقته الشخصية، ولهذا الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وهناك بعض الأعراض بينصير مشتركة بين كل الأشخاص. فعلا. إذا ماذا يفعل من وجد نفسه يعاني من هذه الأعراض، أعراض فيروس كورونا؟ أولتها اللي يوجد نفسه يعاني من هذه الأعراض، أولا يجب التشخيص. أولا يجب أن ندري، أن نكون على يقين أنه مرض الكورونا، ماشي هي لا غريب سيزونير كما كانت تقول الزميلة. ولهذا لما نجد رحنا عندنا الأعراض مثل سؤال ارتفاع درجة الحرارة وأعراض أخرى، أولتها يجب القيام بالإجراءات الوقائية، ارتداء الكمامة، التباعد بين الأشخاص، وأنسويت يجب زيارة الطبيب. هذا لازم نزيروا الطبيب، واللي هو سيقوم بالتحاليل اللازمة ويقول بالإجراءات اللازمة، ويقول لكي يشخص المرض أولا، وثانيا لكي يعالج. ما نقولوش لا أنا عندي كورونا ما نروحش عند الطبيب نشرب لا، يجب نزور الطبيب، وفي زيارة الطبيب بعد هو الذي سيقوم ما لازم أن يقوم به. فعلا. والأطباء والعلماء بدورهم راهم يحاولوا إيجاد لقاح لهذا الفيروس، ولكن لحد الآن مازال ما لقاوش لقاح. اللقاح الوحيد أو طريقة المعالجة الوحيدة هي الوقاية، والوقاية خير من العلاج. مع رامي الفرطاس راح نتعرفوا على طرق الوقاية أو الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس، فيروس كورونا، بمرافقة طبعا المايسترو تاعنا رامي يعقوب. الجائحة، الوباء المستجد، الفيروس القاتل، كوفيد-19، كورونا، أسماء متعددة والمرض واحد. هي إجراءات وقائية احترازية لتفادي عدوى فيروس كورونا كوفيد-19. أولها غسل اليدين بانتظام مع استعمال المعقم الكحولي، تجنب التجمعات والاختلاط بين الأشخاص، التباعد الجسدي أي الحفاظ على مسافة 1 متر بين الأشخاص، ارتداء الكمامة إجباري. نعم مشاهدينا الكرام، ارتداء الكمامة أقول إجباري عند الخروج من البيت، تجنب لمس الوجه بأيد غير مغسولة. كما ندعوكم مشاهدينا الكرام من خلال شعار التلفزيون الجزائري سلامتك بيدك إلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد-19. ندعو الله تعالى أن يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، فالوقاية خير من الموت. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. يعطيك الصحة رامي، كنت عرفتنا على أبرز الإجراءات الوقائية للوقاية من هذه الجائحة، جائحة كورونا. نعم زميلي وسيم، وأنا أرحب مرة أخرى بضيف شرف البرنامج. سؤالي إليك الطبيب يونس أحمد، كيف تتعاملون مع شخص مصاب بفيروس كورونا في المستشفى؟ يعني ما هي أولى خطوات التي تقومون بها؟ شكرا على السؤال هذا. أولا نعامل المريض المصاب بفيروس الكورونا ككل المرضى الآخرين، يعني ما كاش فرق بين مريض عنده الكورونا ومرضى الآخرين في تعاملنا معه بيان سور. لكن في التشخيص لنا للمرض هذا في لكي نحدد من عداوة هذا المرض، هناك بعض الإجراءات خاصة للمريض المصاب بالكورونا. فنقوم أولا بعزل المريض هذا طبيعيا لكي لا ينقل العدوى للمرضى الأخرى الذين هم مصابون بأمراض غير الكورونا. وثانيا نقوم بتشخيص هذا المرض الذي يجب أن نشخصه. وثالثا نقوم بالمتابعة وإعطاء الأدوية اللازمة، ليكون في العلم الجميع أن مرض الكورونا ليس له دواء. نعم ليس له دواء، لكن فيه علاج. نحن كأطباء نستطيع أن نعطي الدواء لارتفاع درجة الحرارة، لنقص الأكسجين في الدم، لكن الدواء اللي يقضي على الفيروس هذا داخل جسم الإنسان لحد الآن ليس موجود. غير موجود. نعم. فلهذا نحن نتعامل معه بإجراءات
خاصة لتفادي العدوى، لتفادي الدعوة للمرضى الآخرين ولتفادي العدوى لنا نحن كأطباء كأشخاص أقرب إليه بلبس الألبسة اللازمة الأقنعة لكي نتفادي العدوى أو ماكسيموم. شكرا لك. شكرا لك أستاذ. كذلك بالحديث عن الإجراءات الوقائية، ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة كحاجز وقائي من فيروس كورونا، وحتى الهلام المطهر ولا الجل ديزانفيكتون ولا كذلك جل المعقم لليدين؟ كيف هي الطريقة؟ شكرا على هذا السؤال، سؤال مهم تانيك. طريقة استعمال الكمامة هي أولا يجب عدم لمسها كثير لكي لا نقوم بوضع الفيروس الكورونا على الكمامة. يجب لما نستعملها من الخيوط نلبسها ولا نعيد لمسها مجددا حتى ننزعها، سواء نعاودوا نغسلوها سواء نرموها ونستعملوا وحده جديده. اما بالنسبه للجل هيدروالكوليك وحتى الماء والصابون، يعني ابسط الاشياء، الافضل هو الاستعمال بطريقه جيده هي اننا نغسل لمده نقولوا 8 ثواني 10 ثواني، ويجب ان نلمس بالماء والصابون او بالجل هيدروالكوليك كل سطح الايادي، يعني ما نخلوش جهه نمسحوا هذه بزاف ونخلوا الجهه هذه. قادرة تكون هذيك الجهه هي المصابه. ثم لازم نكونوا على يقين بان غسلنا يدينا بطريقه التي المسنا كل انحاء اسطح الايادي. شكرا لك أستاذ، ما زلنا متواصلين معك. احنا نشكرك لتاج نتلاقاو من خلال خاطرتك وفي الأسابيع المقبلة من خلال الفقرات والمعلومات. مشاهدينا الكرام، احنا نروح نشوفوا ومضة توعوية وبعدها راح نستقبلوا موهبة، إحدى المواهب اللي راح نتعرفوا عليها، لكن قبل ذلك نروح نشوفوا هذا الومضة التوعوية ونعاودوا نولوا لبرنامج براءة شو. ماما نروح نقراو اليوم. صح ماما، حتى أنا توحش صحابي. على بالي ولادي، توحشتوا قرايتكم وصحابكم ومدرستكم. الفترة صعيبة جوزناها وجوزتوها معنا باش طارتكم، ودوك جا الوقت باه نكملوا حياتنا ونتعايشوا مع الوباء. بصح بأخذ أقصى حالات الحيطة والحذر. كي تروحوا لمدرستكم راح يولي لازم عليكم تلبسوا القناع، كيما لازم تلبسوا المآزر كيما وصيتونا راح نديروا، ودايما بعد على بعضنا. كي نديروا الصف، كي نكونوا في البوس، وكي نكونوا في ساحة المدرسة، وحتى داخل الأقسام. وأدواتنا المدرسية ما نشاركوهاش مع زملائنا. وكي نكونوا داخل المطعم نطفوا أيدينا ونغسلوهم قبل وبعد الأكل، إما بالماء والصابون أو المطهر الكحولي. وفهمونا ثاني بس نجنبوا لمس ولا الاحتكاك مع زملائنا. على بالي ولادي، راح تفرحوني وتسمعوا نصائح معلميكم. ولادي نزيد نوصيكم، في كل مرة وانتم خارجين من الدار ولا داخلين ليها لازم تغسلوا يديكم. أنا نغسل الأول. أنا نغسل قبل. أنا نغسل الأول. وهذا الشيء كامل باش نقصوا من انتشار هذا الوباء. وهكذا راح تعاونونا وتحميونا وتسهلونا باش نحميوكم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النهم. موطني 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 ذا الإله، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن نعم النعم، سوف نرنو إلى رفع
جسور قد عبرنا كم تركنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعة انتظار نستطيع المنعجم نستهين كل هار كي نحقق الحلم انسى إننا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا موطني يا أنا موطني يا أنا عودة متجددة لكم أصدقائي الأطفال ومشاهدينا الكرام بعد ما كنا شفنا أغنية موطني من برنامج حبي الأكبر. قلنا أو أغنية سوف نبقى هنا من برنامج حبي الأكبر. قلنا أنه برنامجنا سيستقبل موهبة من المواهب التي تسخر بها الجزائر، وموهبتنا لنا اليوم كان لها مرور عبر برنامج صباح الخير يا جزائر مع الزميلة نسرين عروة، اللي نوجه لها تحية ونقول له أنه التلفزيون الجزائري بابه مفتوح لكل المبدعين والمبدعات. موهبتنا لنهار اليوم راهي حاضرة معنا وجاتنا من ولاية عين تموشن، نخليها هي اللي تعرف بروحها. يلا خيرة مالكي، مرحبا بك. شكرا صديقي وسيم. على الحبيب أصلي صلوات وسلام ربي عليه، صلى الله عليه. ثم أرحب بكم أصدقائي. سعيدة اليوم بوجودي معكم، يعني حضور وسعادة تخالجوني، فمرحبا بكم في قلبي. أنا الملكة خيرة، ألقب بالكاتبة الصغيرة، وذلك لأنني يعني بدأت في الكتابة في سن 10 من عمري، ما شاء الله. وعضوة في جمعية رسيل، بالتحديد في عضو يعني في مع الرسيليات عبر الأنشودة مجموعة صوتية، وأيضا عضوة في جمعية رسيل في نادي القلم المبدع. شحال في عمرك خيرة؟ الآن 14 ربيعا. 14 سنة، ما شاء الله. إذا الموهب تاعك الكتابة والإنشاد بالإضافة لقراءة القرآن الكريم، احكي لنا كيفاش قدرتي توفقي بين كل هذه المواهب؟ طبعا يعني القرآن الكريم كان مساعد جدا، لأننا نعرف جميعا أن القرآن يعني نزوله ليس عبثا، جل الله في علاه. طبعا يعني استطعت الموازنة بين هذه الأمور ثلاثة: دراستي وممارسة مواهبي، وبالإضافة إلى قراءة القرآن بدعم عائلي ودعم من جمعية رسيل. نوجه لهم تحية بالمناسبة. كنت كذلك، بما أنه موضوعنا لنا اليوم كورونا بعيون الأطفال وكورونا بنظرة البراءة، كانت لك مبادرة حول هذا الفيروس مع جمعية رسيل، احكي لنا على هذه المبادرة. نعم، كنا في فترة الحجر الصحي، جمعية رسيل مغلق أبوابها، ولكن لم تغلق أبدا مبادرتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. فأطلقت يعني من المنزل أطلقت مبادرة اسمها مبادرة رسيل تعلم. كانت هذه المبادرة يعني مبادرة توعوية، أتمنى أن يكون يعني استفاد بها المجتمع الجزائري والمجتمع يعني من حولي، أصدقائي وصديقاتي. أيضا شاركت بهذا الفيديو، وتحصلت على المرتبة الأولى في دار الثقافة العين تموشنت، وكرمت من طرف مدير دار الثقافة، أوجه له تحية. ما شاء الله ما شاء الله، مازلنا متشرفين بحضورك معنا. نعاودوا نقولوا للدكتور نتاعنا سي أحمد يونس، لما نشوفوا أطفال استغلوا فترة الحجر المنزلي فيما يفيد، كيفاش كذلك يقدروا الأطفال أن يستغلوا هذه الفترة؟ شكرا على السؤال هذا. أولا أريد اطمئنان صغارنا وأطفالنا وشباننا، لأن نحن من خلال تجنيدنا في هذه 8 أشهر الأخيرة في محاربة هذا الوباء، وباء الكورونا، فلاحظنا أن الأطفال والصغار السن لا يقومون بأعراض خطيرة، وحيث حيث لا يدخلون إلى المستشفيات، والوفيات عند صغار السن قليلة جدا، والحمد لله على ذلك.
لكن بالمقابل خطورة إصابة صغار السن هي العدوى للآخرين، العدوى لعائلتهم، عدوى لأصدقائهم، عدوى لأقاربهم، والذين يكون أكبر سنا منهم، وبالتالي جهازهم المناعي يكون أضعف، فمحاربتهم لهذا الفيروس تكون أصعب، وبالتالي يقومون بأعراض أخطر من الصغير، ويكون أعراضهم أخطر من الصغير التي تؤديهم في بعض الحالات إلى الموت عافانا الله. فبالتالي لكي تحموا أنتم الصغار ونحن كبارنا والذين جهازهم المناعي أضعف، يجب نكرر ونقول ونعيد، يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية. ثانيا، الإجراءات الوقائية بعض الأطفال يرونها كأنها عقوبة، يقول لك أنا صغير، ما المرض هذا، عندي جهاز مناعي قوي نقدر نحاربه، نستغل الوقت تاعي، نروح نشوف أصدقائي، نلعب مع أصدقائي، نروح. لا، أنا نقول لهم هذه ليست عقوبة بل فرصة في استغلال الوقت هذا. احنا في المنزل نقدروا نستغلوا الوقت تاعنا في المطالعة. 8 أشهر تقدر تتعلم لغة جديدة، تقدر تتعلم أداة موسيقى جديدة، تقدر تصبح إنسان آخر في 8 أشهر. فلهذا ضروري جدا أننا نأخذ هذا كحظ لتطوير أنفسنا، وليس أن نراها كأنها عقوبة. وشكرا. صحيح، شكرا لك دكتور. ما زلنا متواصلين معك. كنا حكينا على المبادرة نتاعك تاع الكورونا، يلا تفضلي اقرايها لنا للمشاهدين. لكي تكون إنسان يتطلب إنسانية، لكن لتكون إنسان ذو صحة جيدة يتطلب إنسانية بالإضافة إلى بعض المسؤولية. نعم، إنها معادلة سهلة، لكن ماذا عن التطبيق؟ ماذا لو اشتركت الحرب والصحة الجيدة في نفس المعادلة؟ في آخر سنة 2019 انتشر فيروس قاتل أطلق عليه كورونا أو كوفيد-19 في الصين، لكنه لم يكتفي بها بل اجتاح العالم. هذا الفيروس ينتقل عبر الرذاذ ويتجه مباشرة إلى الجهاز التنفسي لينال منه. لكن ماذا لو كانت ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب المقاومة التي تقوم بها الكريات البيضاء؟ لكن ماذا لو كانت هذه الكريات قليلة أو غير مقاومة؟ يبدو لك أمرا عاديا، لكن ماذا لو كان هذا الشخص عزيزا؟ أنت الآن تظن أنها نهاية العالم، لكن صدقني لكل مشكل حل. الحل هو أن تلتزم بالحجر الصحي، ونحن تناولنا الحلول مع رفيقي رامي، حيه والسلام عليكم. شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة. إذا دكتور سي أحمد يونس، وش تعليقك على فقرة؟ شكرا على ما قدمتيه لنا. فأنا أحيي العمل الجميل، وبالطبع أحييك وأشجعك وأشجعكم كلكم، وأنتم قدوة للمشاهدين الذين يرونكم، فأنتم مثل جيد للاتباع. نتشرف بشهادتك دكتور. احنا كذلك ما زلنا نحكيو على فيروس كورونا، لكن ما ننساوش انه نوقفوا وقفه احترام واجلال وتقدير للملائكه البيضاء، الجيش الابيض، الصفوف الطبيه وشبه الطبيه اللي واقفه في الصف الاول من اجل محاربه هذا الفيروس. نروحوا نتعرفوا ونوقفوا هذه الوقفه مع شروق هواره في فقرتها الجيش الابيض بمرافقه المايسترو رامي يعقوب. سيشهد الله والتاريخ أنكم رهنتم أرواحكم لنا فداء. اليوم وفيتم وعد الشهداء. اليوم أثبتتم أن الجزائر بأبنائها شامخة صامدة حتى الفناء. اليوم فاح عرقكم دم الأحرار. عبارات هي أصغر بكثير أمام عظمة تحديهم وعطائهم ومجهوداتهم. اليوم أنا أضم صوتي لصوت الحق، لصوت هتف بصدق داعما صناع الحياة. نعم، أنا أسميتهم صناع الحياة، فرغم المحن ورغم الخطر الكبير الذي يحيط بهم ويهدد حياتهم، إلا أنهم بثوا الأمل والحياة في النفوس. عن جيشنا الأبيض أنا أحدثكم،
فقط بين قوسين للأطفال اللي راح يشاهدوا فينا الآن، المقصود بالجيش الأبيض هو مصطلح أطلق على الطواقم الطبية مع بداية جائحة كورونا، نقصد به الأطباء والممرضين وبقية الطاقم الطبي، وهم فعلا يستحقون هذا الاسم، فجهادهم أبدا لا يقل عما صنعه أجدادنا وأبطالنا. فبالأمس أجدادنا واجهوا المستعمر الغاشم بأسلحة بسيطة وبإمكانيات قليلة وبإيمان بالحرية كبير، فضحوا بالنفس والنفيس من أجل سيادة الوطن ومن أجل أن نحيا نحن بصحة وسلام. واليوم أحفاد الشهداء يرسمون أبهى مشاهد البطولات ويخوضون معركة ضد المجهول، معركة شرسة ضد هذا الفيروس القاتل، ولم يبخلوا علينا بما آتاهم الله من علم ومعرفة. فلما نادى الواجب كانوا في الصفوف الدفاعية الأولى واضعين حياتهم في كفة وسلامة المواطن الجزائري في كفة، محتضنين الأشواك والألم فقط ليصدوا عنا هذا الوباء. فتحية إجلال واحترام لكل الطواقم الطبية والشبه الطبية، وتحية أقول ورحم الله كل من استشهد في ميدان المعركة، راجين من المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام وأصدقائي الأطفال، وصلنا لختام موضوع فقرتي لهذا اليوم، على أمل أنكم في كل مرة تنتظروني بحب وشغف حتى نضيف سويا معلومة لرصيدنا الثقافي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، وتحية لجيشنا الأبيض. كنت قدمت لنا فقرة عن الجيش الأبيض بلباسك الأبيض، إن شاء الله نشوفك طبيبة في المستقبل. شروق إن شاء الله. بالطبع هذا واجبنا أكيد، وكما قلت انتزمي لوسيم في بداية العدد أنه راح نحاول نفيد المشاهد الكريم من خلال فقراتنا، وخاصة الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا الآن واللي راح نفيدوهم بمعلومات هادفة وقيمة إن شاء الله. وبالتالي أنا راح نستعين بخبرة ضيفنا في مجال الطب الدكتور يونس أحمد، واللي راح يفيدنا ويقدم لنا بعض الإضافات إن أمكن، ويقول لنا ما هي الأغذية الواجب علينا تناولها نحن لزيادة مناعة أجسامنا لمحاربة الأمراض، وخاصة في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا. شكرا لك، شكرا على هذه الكلمات للطاقم الطبي. أنا أريد أن أضيف أن نشكر بالطبع الطاقم الطبي الأعوان لسلك الطب، وتانيك ما ننساوش نشكر أنا شخصيا نشكر الذين هم ملتزمين بالإجراءات الوقائية، لأنهم صح ما همش في الميدان تاع الصحة مباشرة، لكن بالتزامهم وبسلوكاتهم هم يساعدوننا كثيرا في محاربة هذا الوباء، فأشكرهم من خلالكم ومن خلال قنواتكم على هذه السلوكات. فيما يخص السؤال تاعك، هو سؤال مهم جدا. بما أن هذا الوباء ليس له دواء، فيجب أن نقوي جهازنا المناعي. وكيف نقوي جهازنا المناعي؟ فهناك الأكل الجيد، يعني الأكل الخضر، الفواكه الموسمية. وإحنا معروفين الجزائريين أن الأطباق تاعنا هي أطباق غنية ومتنوعة وفيها كل اللوازم الصحية لجسم الإنسان. وثانيا ما ننساوش تانيك يجب ممارسة الرياضة اللي تقوي تانيك الجهاز المناعي. وثالثا النوم الجيد، لأن لازم الإنسان باش يكون في كامل قدراته المناعية لازم أنه ينام 8 سوايع تاعو في الليل، ماشي يسهر في الليل ومن بعد يقول لك أنا راني مريض. ورابعا يجب تانيك التفكير الإيجابي، لأن التفكير السلبي ينقص تانيك مناعة الإنسان. يجب التفكير الإيجابي، يقول لا احنا في جائحة الكورونا، احنا يأتي الوقت أين سنكون ونعود كما كنا من قبل، ونعود إلى حياتنا الطبيعية إن شاء الله. ويجب تانيك يكون عنده التفكير إيجابي كما كنت نقول زميلك مقبل، أنه يستغل الفرصة تاع هذا الحجر الصحي في تعلم
ادوات غناء جديده ولغات جديده. يعني دائما التفكير الايجابي لازم يكون، ونتمنى ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت. ان شاء الله، امين يا رب العالمين. فعلا كنا استمعنا لهذيك الانشوده شده وتزول. اذا ما زلنا متواصلين معك دكتور، وما زلنا متواصلين مع مشاهدينا الكرام. نعود نقول الموهبه نتاعنا خيره مالكي، بالاضافه الى مواهبك في الكتابه والانشاد وقراءه القران، انت كذلك شاعره، واش رايك تقدمي لنا خاطره للمشاهدين الكرام؟ أقدم لكم شعرا بما أنه احنا في فترة كورونا، فتشبه الملائكة البيضاء بصناع الثورة، لهذا أقدم شعرا عن الثورة المجيدة. أبدأ. ما أعظم سبتمبر وديسمبر، وللفاتح من نوفمبر كبر وكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بها بدأ الشعب ودمر، بالقنابل والرصاص للمستودعات فجر، دمار خراب وجثث تندثر، جبهة التحرير تنتصر، الشعب حائر ينتظر، المستدمر في هلع ينادي أين المفر، في الليالي الحالكات شعب سهر، ذاق المرارة والعذاب يشهد عليها الدهر، ومن ثورتنا آلاف القصص والعبر، شيخ بلع الكبر وعجوز تحتضر، يبكيان على الصغر، كل منهما يلوم القدر على سنوات الدجر، فآه وألف آه على الناس على البشر. زغ يوسف يسر، إما نعش إما نمت أيها الشعب قرر، مجاهدون في الجبال يشكون الضرر، مجاهدات للجروح تضمد ففسر أيها المستدمر ففسر، رجال نساء شعب كالحديد سهر، صرخ بأعلى صوته كسر قيود المدمر، بدماء الشهداء حرر، الموت أهون من التقهقر، أبطال يبكون على مستقبل مزهر، الحرية عوده وهو الوتر، منهم من سكن الجبال بدمه الأحمر، غير لون الحشيش الأخضر، لذا قل أنا جزائري وافتخر، لذا قل أنا جزائري وافتخر، لذا قل أنا جزائري وافتخر، لثورة نجيدة نجاحها بهر. نحن أطفال الجزائر ونفتخر. شكرا لك خير على هذا الخاطرة اللي فيها فعلا كلماتها فعلا تستحق صفيقة كما قالت شروق. فعلا شكرا لك على روحك الوطنية. احنا كذلك بالإضافة لشاعرتنا الضيفة شاعرة البرنامج ريتاش طرابلسي، راهي محضرت لنا خاطرة لنهار اليوم، ونروحوا نستمعوا إليها وإياكم. فيروس أهلك العالمين، وباء أدخل الرعب فينا، إذا سعلنا عيون تزدرينا، إذا عطسنا صرنا مجرمين، كورونا معك صرنا عاجزين، إلى متى أولن تتركينا، إنك يوميا تزدادين، عن الانتشار أبدا لا تتوقفين، عن الانتشار أبدا لا تتوقفين، أغلقت مساجد المسلمين، إنك أعراض خطيرة تعتلينا، سعال وحمى وإرهاق، إنك تجهدين، إنك تجهدين، نحن منك صرنا خائفين، فكمام على وجهنا يقينا، معقم دوما في أيدينا، أيا كوفيد لا تعجل علينا، أمهلنا نخبرك الحقيقة، أن الجازعون إذا ابتلينا، أننا الخائفون إذا مرضنا، أننا ما شكرنا الله حقا على نعم أتتنا مصبحين، إنك صفعة لنصحو من حياة الغافلين، فيا رب إن بك مستنجدين، من هذا الوباء احمينا، ومن هذا المرض اشفينا. آمين يا رب العالمين. اللهم اشفي جميع مرضى الجزائر ومرضى المسلمين المصابين بهذا الفيروس، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. نكرر هذا الدعاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. وكذلك دكتور، الأطفال ما يتأثروش كثير لما يصابوا بفيروس كورونا، ولكن نقدر نقولوا عنهم أنهم ناقلين لهذا الفيروس. واش نصيحتك للأطفال باش ما ينقلوش هذا الفيروس لديارهم، لآبائهم وأمهاتهم اللي في بعض الأحيان يكون جهازهم المناعي ضعيف ويؤدي إلى لا سمح الله إلى موتهم؟ شكرا على هذا السؤال. يعني حقيقة هذا السؤال وجيه،
ونحن في موسم دراسي، يعني يجب على الأطفال الصغار أنهم يكونوا على يقين أنهم صح كما قلت أنت ما يصابوش هما وما يأثرش فيهم كثيرا، لكن العداوة تاعهم تمثل خطر لأهاليهم، فحفظا على أرواح أهاليهم وعلى أقاربهم، ولكي نعيد أن نلتقي بهم مجددا في الأعوام السابقة إن شاء الله، يجب احترام احترام احترام، لأنه هو السلاح الوحيد الذي بين أيدينا في حد الآن لمحاربة هذا الوباء، التي هي الإجراءات الوقائية، اللي تتمثل في ماذا؟ تتمثل في لبس الكمامة أولا، في غسل الأيادي بطريقة جيدة وعدة مرات في اليوم، ماشي نغسلوا خطرة في النهار، نوضوا الصباح نغسلوا خطرة في النهار نقولوا خلاص غسلنا اليوم يدينا، لا، لازم أن نكرر كل مرة غسل الأيادي. وثالثا يجب احترام المسافات، التباعد الجسدي اللي هي يقولوا متر إيدمي، لكي ما تكونش هناك عداوة بين الأفراد وبين التلاميذ في المدارس، هذا مهم جدا. شكرا لك أستاذ، ربي يحفظك على هذا النصائح. يلا خيرة مالكين، خلوا لك الكلمة الأخيرة، وش راكي حابة تقولي في الآخر لنا وللمشاهدين الكرام؟ أسمحكم لأقدم لكم هدية بصيطة، ليست من لا من لؤلؤ، لا هي من لؤلؤ ولا من زمرد، ولكن أهديكم إياها كلمات بسيطة وبصدق المشاعر. واجمة يعزف على أوتار قلبي حزن الكمان، بسمة رحلت مع الزمان إلى أن ردت إلي ردها رامي الفنان، بقطعة موسيقية أطلقت لروحي العنان، شروق بوجودك تباهت الألوان، انتشر الحبور فاحت رائحة الخيزران، رامي فرطاس حضورك أضاف حلاوة أذهل كل الناس، لطالما جن بين مروج السعادة والمرح، وبطن أحزمتنا مع صديقتنا رتاج بكل مرح، أدب فن وعلوم من غيره إنه وسيم وهذا معلوم. شكرا. عفوا. يعطيك الصحة على هذه الكلمات، شكرا. أتمنى يعني إن شاء الله يرفع عنا هذا البلاء ونزوركم زيارات أخرى إن شاء الله، وأحيي كل من يعرفني من قريب وبعيد، أحيي جمعية رسيل على رأسيها السيد بلال جليلي والسيدة جنة، لأن رأينا فيهم الأخت والأب الصديق والصديقة، أحيي عائلتي، وأحيي أساتذة متوسطة فواري عبد الله والعاملين فيه، والطاقم التربوي على رأسهم أساتذة القسم الرابعة ميم 3. واحنا نحييك على حضورك معنا، نتمنى لك النجاح في مسارك سواء في الكتابه ولا في الانشاد ولا في الشعر ولا في قراءه القران، كامل نتمنى لك التوفيق فيها، ولما نشوفوك نجمه ساطعه من نجوم الجزائر. دكتور سي احمد يونس، واش تقدر تقدم كنصائح للمشاهدين الكرام في الاخير، خاصه الاطفال في الاخير؟ خاصة الأطفال، شكرا على الاستضافة مرة أخرى، فهذا كان شرفا لي. أريد تجديد تحياتي للطاقم الطبي والمساعدين الطب وكل من هو مجند في محاربة هذا الوباء. فحقيقة احنا عندنا 8 أشهر وحنا مجندين. الطاقم الطبي اليوم تعبان مرهق، لكنه صارم على محاربة هذا الوباء وعلى نجاح في محاربة هذا الوباء. ليكن في علم المشاهدين الكرام وفي علم الجميع أن نجاحنا في القضاء على هذا الوباء هو نجاح الجميع، وإخفاقنا سيكون إخفاق الجميع. فلهذا نكرر ونقول ونعاود الالتزام بالإجراءات الصحية، ونتمنى إن شاء الله يا رب يرفع علينا هذا الوباء. آمين يا رب. ورحمة الله على كل الشهداء وأرحام ولي فيكتيم دو هذا الوباء، وإن شاء الله نتلاقاو في أيام إن شاء الله في فرص أخرى، ونتحدثوا على مواضيع أخرى، ويكون الوباء هذا ينتمي إلى الماضي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور، احنا تشرفنا بحضورك فعلا، كيف لا نسعد ونتشرف، وأحد الملائكة البيضاء راح حضر معنا في البلاطو. شكرا لك أستاذ. إذا نحن مشاهدينا الكرام نقول لكم الحديث شيق والوقت ضيق، وصلنا لختام هذا العدد من برنامجكم براءة شو. قبل ذلك تقبلوا تحيات شروق، رامي وريتاج، كذلك المايسترو تاعنا رامي يعقوب
يعقوب اللي دائما يرافقنا ويمتعنا ويمتعكم. الموهبه نتاعنا نتمنى لك كل التوفيق. الدكتور سي احمد يونس تشرفنا بحضورك. ما تنسوا تقبلوا تحيات فريق الاعداد السيد محسن بوزرطيط والسيد يوسف حميد، تنسيق السيده امل عمري، فريق الاخراج اميره دالي والسيد كريم بايت، ومخرجنا وقائد رحلتنا لنهار اليوم وكالعادة السيد عمر ثابت، رئيسة الوحدة السيدة آسيا فلاح. كان معكم في التنشيط خالي وسيم عبد الجليل. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. سلامتك بيدك وعينا يحمينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.